السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه جميله قوي، اول مره اجربها بس حلوه جدا. الفراخ البارده، طبعا كلنا عارفين اللحمه البارده، لكن النهارده احنا هنعمل الفراخ البارده. بتستخدميها كسندوتشات، تستخدميها على المكرونه، تستخدميها في حاجات كتير قوي وبسيطه جدا. يعني انا قلت اجربها الاول صدرين كاملين وميه بصل، والبهارات دي توم بودره وبصل بودره وبابريكا وملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، ومعانا الزيت. سهلة جدا وبسيطة خالص، بس النتيجة روعة روعة روعة. انا قلت اجرب الاول في صدرين صغيرين كده، بس هو كل ما كان الصدر كبير ومحمل كده هتقطع معاكي الترانشات بشكل افضل، وهتعرفي تحطيها على المكرونات، وهتحطيها على في سندوتشات، وهتعمليها ممكن تحطيها على البيتزا. دول صدرين، انا طبعا غسلاهم بليمون وملح ومنضفاهم. بعد ما عملت الخليط دول هنقعهم فيه. طبعا النقع هنقعهم فيه لمده ساعتين او 3، ممكن تخليهم من بالليل للصبح برضه هتبقى جميل. يتشربوا التتبيله اللي انت شايفاها ديت، وحطيهم بقى في التلاجة. انا هرجع الفهم بالستريتش تاني وهرجعهم في التلاجة. انا نقعتهم ساعتين، ممكن انت تطولي زي ما انت عايزه، يعني ممكن تعمليها من بالليل للصبح. جبت الطاسه السخنه دي، طاستي المفضله في المطبخ دي، وهجيب الفراخ من غير ماده دهنيه، لان هي الطاسه ما بتلزقش. يعني عايزه تحطي انت، لو الطاسه عندك بتلزق حطي ماده دهنيه، زيت يعني. الطاسه لما تسخن هنزل عليها. عايزين بقى نديها الصدمه دي عشان تقفل. هاخدها صدمه من الناحيتين، من الوش ده ومن الوش ده زي ما انتم شايفين. جميله جدا، لازم تجربوها. انا جربتها بصراحه وما ندمتش ان انا جربتها. خلاص كده اهوت. طيب انا دلوقتي معايا معلقه عسل. جيت لقيت ازازه الكاتشب خلصت. نسكت؟ لا نتصرف. طبعا معلقه صلصه على معلقه عسل، ومعاها معلقه بابريكا صغيره، وقلبي الخليط ده كله. ممكن تحطي صويا صوص، المهم اي حاجه. البابريكا دي مدخنه عشان تديكي طعم اللي هو زي ايه، تحسي ان انتي بتاكلي تركي مدخن كده. جميله جدا. وخدت بقيه التتبيله اللي كانت منقوعه دي وحطيتها في قعر الصينيه اللي انتوا شايفينها دي، وهزودها بقى شويه ميه سخنه. البخار ده لما يطلع هيسوي الفراخ، وفي نفس الوقت يعني هيديها ريحه كده. حطيت الفراخ بقى على الشبك زي ما انتوا شايفين. ممكن تيجي تحطي في حله وتحطي فيها الشبك، يعني مش شرط صينيه، وده مش شرط صينيه. ومسكت بقى الكاتشب والعسل والبابريكا المدخنه دي، ودهنت بيها الفراخ، وحطيتها على الرف الوسطاني في النص. الاول على اول ربع ساعه درجه حراره عاليه، وبعد كده غطيت عليها تقريبا خدت نص ساعه، او نص ساعه و10 دقايق. جميله جدا. وطلعتها طبعا، مش هقطعها دلوقتي خالص، اما تبرد تماما بتبقى ساقعه خالص. هحطها في التلاجة لحد ما تبرد، وهطلعها بعد كده واقطعها. وكانت جميله، يا رب تجربوها. لو جربتوها بجد هتنبسطوا جدا.